الفترة اللي فاتت يمكن من أسبوع أو يوم الأربعاء تحديدا كان في تكريم للكابتن عربي في مركز شباب غزالة، كان برعاية المهندس محمود عثمان، وحضروا كبار نجوم الرياضة في مصر، وحضروا كابتن سمير مرعي. كاميرا دراويش كانت هناك موجودة. خلينا نشوف كواليس، خلينا نشوف التقرير ونرجع نعرف كواليس الحفلة نفسها من كابتن سمير مرعي. خليكم معانا. دكتور المهندس اسماعيل عثمان، برحب بك على شاشة تلفزيون القناة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يعني وحشتونا. وانت اللي وحشتنا. دائما ابدا ابناء الاسماعيليه عايزين يعلوا كلمه الوفاء والقيم والاخلاق. النهارده احنا بنجتمع في حب وتكريم الكابتن العربي. تقول ايه؟ ايوه، مش وفاء، ايه اللي وفاء دي؟ احنا بنتكلم على العربي يا حبيبي، اللي مكتسح الملعب وبيروح يطلب ايه؟ العربي مكتسح الملعب. امال ايه؟ بيشوط ويروح يطلب سحلب، بيشوط ويروح يطلب سحلب. ما انا سالته ما جابش سحلب معاه النهارده. شوف العربي ده كان من احسن لاعبي مصر، على عنده قدره في تسميها بقى التغازل ولا الترقيص ولا تسميها ايه؟ يغزل الكل بقى. لا العربي انا فاكر كان يلعب 5 ضد 1، يعني 5 ضده ويكسبهم في الملعب الهاندبول الصغير ده، بس فوتبول يعني سكر. ولما اجي يقوم ايه يقول لي سمعه، اقول له نعم، ابص الاقي الكره عدت بين رجلي. لفتة جميلة من اخونا عبد الله الغزلاوي انه يكرم العربي في هذا التوقيت. يعني باشمهندس محمود، لماذا يعني في الفترات السابقه يعني عايز اقول نسينا شويه نجومنا ورموزنا من لاعبي وقدامى النادي الاسماعيلي؟ دي للاسف يجب ان احنا نعلم ولادنا الوفاء والانتماء وازاي، والا مش هنوصل ابدا. فدي دلوقتي احنا لفته جميله من الغزلاوي انه يجيب العربي، واي واحد ما تكرمش، لان دي بتدي زي ما بتقول مبادئ للشباب بتاعنا، انه يعرف انك بتحترم الكبير بتاعه، ودي اللي بنفتقدها في هذه الايام بقى. انا كنت بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتنشأت بحب العب كوره، فمن حبي للكوره بقيت انام احلم بالكوره، والكوره ذا النعمه وربنا اكرمني بيها اخر كرم. العربي هيديها الرضا وجول وعدل وشاط. سمير العربي اللي بيتكلم في الكورنر. كابتن عربي كابتن كباتن مصر، ومن اللعيبه اللي كانت ليها باع كبير جدا في الكره المصريه، فبالتالي حاجه تشرفني ان انا اجي في يوم زي دوت. يعني كابتن عربي ده رمز من رموز كره القدم المصريه، والكابتن عربي تاريخ لا ينساه اي لاعب، واحنا ما زلنا عايشين على الكابتن عربي ورضا وشحته ويوسف طربوش والمجموعه المحترمه. فرصه كبيره جدا ان الناس تفتكر العربي صاحب احلى لاعب جه في وسط الملعب منذ زمن طويل.